بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا وسرور وراحة بال ورضا من الرحمن، اللهم امين. اتفضلوا معانا. الكيكة تنفع معاكي كيكة جاتو، تنفع معاكي كيكة مناسبات، اي ظرف حلو كده انت عايزة كده تبسطي عيالك، برضو تحطي لهم قطعة جاتو كده في الصبح في اللانش بوكس. اعمليها على ضمانتي الشخصية، فعلا مش هتاخد معاكي نص ساعة بسرعة. اعمليها هوا، هتعملي لي 12 قطعة من كام بيضة. يعني حرفيا توفير التوفير. هتعمليها وانت مغمضة عينك. تابعي معايا لآخر الفيديو للآخر علشان في مكون أساسي فعلا هتضيفيه في الآخر هيفرق معاكي فعلا في نجاح الكيكة. تابعي معايا بس الأول فضلا وليس أمرا، ما تنسيناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. تعالي معايا نسمي ونصلي على الرسول. معانا عدد 3 بيضات، هنحط باكون فانيليا، هنحط كوباية سكر بمج الشاي العادي بتاع الفطار. هنضرب طبعا المكونات دي في بعضيها لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هننزل بكوباية اللبن. كوباية السكر هي اللي هعير بيها باقي المكونات. هضيف كوباية لبن بيها، وبعد كده نص كوب من الزيت. زيت يكون يا ريت ما فيهوش ريحة. وبعد كده هنضرب الخليط ده، هنركنه على جنب. هنشوف الخليط المواد الجافة. هنجيب كوبايتين دقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا، ذرة الملح. هنقلب الخليط ده مع بعضيه، وبعد كده يا ست الكل هكب الخليط السائل عليه. هقلبه، وانت بتقلبيه لو حسيت القوام بتاعه تقيل شوية، عادي ممكن تخففيه بشوية لبن. وانت ماشية كده خففيه بشوية لبن. بصي يعني حطي كده مقدار ربع كوباية لبن، خففي فيها واحدة واحدة بشويش بالراحة علشان برضو القوام ما يبقاش معاكي خفيف خالص. انا كده حسيتها تجلي شوية، فهضيف المكون وبعد كده ربع كوباية اللبن هدوبها. وبس كده حط الخليط ده. اهم مكون في الارتفاع الكيكة والهشاشة هو الشيف كيك، وتحطيه في اخر مرحلة. ما تحطهوش مع الدقيق نهائي. وداعا فعلا انك تخلطي الشيف كيك مع الدقيق وداعا، حرفيا بيفرق معاكي بدرجة 180% من نجاح الكيكة. حطيه في الآخر وعلى ضمانتي الشخصية. دي طبعا خففت القوام بتاعي بربع كوباية من اللبن، وبعد كده جبت صينية زي ما انتم شايفين خف القوام بتاعي ودهنتها، ورحت حطيتها على درجة 180 في الفرن. وبعد كده جبت كوباية لبن، حط لها شوية سكر، بعد كده ضربتهم. وبعد كده أول ما الصينية استوت طلعتها وشربت كمية اللبن اللي انتوا شفتوها ضربتها في الخلاط علشان السكر يدوب معايا بسرعة. وبعد ما شربتها ممكن تستكفي بيها كده، تستكفي عادي. مش هتستكفي بيها زي ما انا عملتها، هاتي شوية كريمة كده، نص كوباية كده من الكريمة، عليها كده 3 4 معالق لبن، او كام معلقة او ربع الفنجان مية ساقعة، واضربيهم مع بعض هتطلع معاكي احلى كريمة. وادهني بقى الوش بتاعه. واحنا طبعا داخلين على الشتاء، الجو بتاعنا فعلا يعني ما بياخدش وقت. ربع ساعة نص ساعة بعد ما تحط الكريمة، نص ساعة بالكتير في التلاجة، هتلقيها اتماسكت واتجمدت. وتقطعي منها براحتك، مش زي الصيف بنصبر عليها ليلة كاملة أو 3 4 ساعات. لا دلوقتي فعلا اعمليها ساعة الزمن هتاكلي منها. وتزينيها براحتك، ليكي طبعا حرية التزيين على حسب ما موجود عنديكي من الفواكه. ضيفيها، مش موجود معاكي استكفي بيها كده زي الفل. هتطلع معاكي طعمها تحفة وخطير. وفعلا ما تنسيش مكون الشيف كيك، حطيه في الآخر، وفعلا هو اللي هيفرق معاكي في الطعم وفي الارتفاع وفي النجاح بتاع الكيكة. وده كان فيديو النهاردة، يا رب كده يكون عجبكم، ويا ريت يكون إعجابكم. وفعلا اعملي المكونات اللي أنا قلت لك عليها، واعمليها بنفس الطريقة وهتطلع معاكي ناجحة. ولو هتعمليها من أول مرة، وهتبقى معاكي بنفس المنظر وبنفس الحلاوة والشياكة والجمال اللي انت شايفاه. فعلا يعني مش هقولك انت هتحكمي بنفسك عليها، وطعمها زي ما انت شايفة وخطيرة فعلا. ويا رب كده تجربيها. واكيد ما تنسيناش وما تبخليش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وانزلوا لنا بكومنت بالصلاة على النبي علشان برضو أكون مبسوطة. وتكوني طبعا تكوني يا رب كده مشاهدة ممتعة ليكي، وتكوني استفدتي منيها. ويا رب كده ربنا يحسن ما بين ايدينا،
وفعلًا جرّبيها بطريقتي هتنجح معاكِ وهتعجبِك وهتعمليها على طول. وكده كان فيديو النهارده، وشكرًا وإلى اللقاء.